انا هناء وده مطبخي. هنعمل ان شاء الله التورلي بطريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتقولي لي رأيكم ايه في الكومنتات. وتعالوا كده مع بعض نقول المقادير مع بعض كده وتشوفوا الطريقة هنعملها ازاي. بص شكلها جميل ازاي. ده بقى بعد ما اتحمرت وكده وحطينا اللحمة فيها واخدنا وش في الشواية من فوق. بصوا شكلها ولا احلى، والكاميرا كمان ظلموها. هنا طبعا ايه، حاطين حلة على النار هنسوي اللحمة الاول. بصوا المية بتغلي وادي اللحمة هي هنحطها. طبعا ايه عارفين هنشيل الريم ونحط بصلة وبنبهر اللحمة طبعا زي اي حد بيسوي اللحمة. تمام. بس حطينا الكمية اللي عندنا هي، هنسيبها بس تاخد غلوة كده وتطلع الريم بتاعها. وبعد كده هنحط بصل وورق لوري وكوبيبة صيني وفلفل اسود. ده طبعا انا شلت الريم بتاعها. وبصوا المية صافية هي، وادي فلفل اسود. الملح طبعا في الاخر عارفين كلكم بعد ما ايه اللحمه تخش في السوا. هنغطي اللحمه كده ونشوف بقى معانا ايه. هنا معانا اللحمه اهي خلاص استوت. انا بوري لكم بس ان هي ايه دخلت في السوا، لان انا خلاص هحطها. يعني هي استوت اهي، الشوكه دخلت فيها، الدنيا تمام. هنشوف بقى الخضار بتاعنا. عندنا بقى كوسة وطماطم وبطاطس وبصل وبسلة، والمفرزة ديت بامية، وعندنا حتة تومة، وعندنا هرسة شطة. طبعا البصل هي اهم حاجة في التورلي، بيكون بصل يا بصلتين متوسطين يا بصلاية كبيرة قوي قوي، ونقطعها جوليان زي ما انتوا شايفين كده. واهم حاجة برضو تكتروا الفلفل الاسود. واجي اهو تحطوا يعني نص معلقة كبيرة توم، وتحطوا نص معلقة هريسة شطة. اللي ما بيحبش اللي هي تبقى سنة حامية، هي مش بتبان قوي، ما يحطش. دي نص معلقة بابريكا، وحطينا فلفل اسود. وديت نص معلقة بهارات سبعة. بهارات سبعة مع التورلي بتوديه في حتة تانية خالص، بتبقى حلوة جدا جدا. وده متهيألي انا هحطه مكعب ماجي. بصوا بقى هكسره كده اهوت، بيدي طعم حلو اوي. وندعك كل ده مع بعض وكده، عشان بعد كده هندعك الخضار بيهم. تمام. بصوا لازم تطلعوا كده اهو، تعصروا الفلفل الاسود بالبصل بالبهارات عشان يطلع العصارة بتاعته، عشان بعد كده نخلطه مع الخضار. نغسل ايدينا وبعد كده هننضف الخضار بتاعنا. بصوا انا ببشر الطماطم في التورلي بالذات. انا بحب ابشر الطماطم لان ما احبش احط له طماطم كتير قوي مضروبه في الخلاط. لا انا الطماطم بصوا كل الكميه اللي معايا دي انا بحب ابشرها. ونسيت اقول لكم ان معايا جزر وبتنجان، يبقى معانا بطاطس وكوسه وطماطم وجزر وبتنجان وبسله وباميه. انا بحب في التورلي بصراحه بحط له كل حاجه، بيبقى حلو جدا. ادينا بشرنا كده الكميه اللي معانا. بصوا انا بوريكم ان انا بشراها مش ضربها في الخلاط. جربوا الطريقه بتاعتي وشوفوا. وادي الكوسه انا معايا زي نص كوسه، ومعايا زي ما انتم شايفين كده بطاطستين صغيرين، ومعايا بتنجانيه، ومعايا جزرايه او جزرتين. ادي عملنا الكوسه اهو. وادي البتنجانه طبعا هنقطع البتنجان مكعبات صغيره. ودي اهو واحده بس، كفايه واحده. بصراحة التورلي بيحب يلم الخضار، بيبقى طعمه حلو جدا جدا، وبيبقى تغيير. احنا نعمل كل حاجة لوحدها، ولما نزهق نحط الخضار كله على بعضه. بصراحة أكلة جميلة بصراحة التورلي ده ومغذي. بصوا قطعنا البتنجان، وادي البطاطس اهي بنقشرها. بصوا بطاطستين ما تحطوش، يعني ممكن لو البطاطس كبيرة حطوا واحدة، بطاطستين صغيرين. لازم نقطع الخضار ويكون متنضف ونغسله كده هو. بس انا طبعا ايه بختصر لكم الوقت. اجي ونقطع برضو البطاطس صغير.
لازم بقى نشيل كل اللي فيها، نغسلها طبعا زي ما انا قلتلكوا، وبعد كده نقطعها. انا بس ايه بوريكوا ان احنا نقطع الخضار صغير، بجيب لكم كده من كل حاجة بعملها حاجة واحدة بس عشان تشوفوا الدنيا ماشية ازاي. بصوا وادي الجزر اهو، بصوا زي ما انتوا شايفين قطعتها كده صغيرة، وادي الجزر اصغر بقى من البطاطس عشان الجزر بيغيب شوية، يعني نبقوا عارفين احنا ايه اللي بيغيب من اللي ما بيغيبش. يعني الكوسة بتغيب نقطعها كبيرة الكوسة ما بتغيبش، بتبقى طرية فما بتغيبش في السوا، بنقطعها كبيرة. البتنجان برضو يعني اكبر من البطاطس صغيرة، الجزر اصغر خالص، عشان يبقى كل الخضار يبقى كله سوا واحد. لازم تعرفوا المعلومة ده هي، يعني اللي بيستوي بسرعة نقطعه كبير واللي بيغيب يبقى صغير. ادي كده قطعنا كل الخضار اللي عندنا. هنا بقى التكة في الاخر هنحط الملح اهو. هنا بقى التكة اللي انا عايزة اقول لكم عليها، ان احنا لازم ندعك الخضار بالبصل، دي بقى التكة بتاعت التورلي. ويا ريت تسيبوه قبل ما تحطوا الطماطم كده هو ساعة ولا حاجة. يا سلام. عارفين بقى انا حطيت الكوسة ليه؟ عشان البصل يطعم الكوسة. انتوا عارفين الكوسة ملهاش طعم، لكن لما تدعكوا بقى البصل بالكوسة كده هوت ما اقولكوش بيخليها في منتهى الجمال. بعد كده يعني بصوا زي ما انتوا شايفين هحط كل حاجة، وبرضو ادعكها بالبصل كده، اشرب كل حاجة. هنا البامية انا كنت مفرزاها، كنت جايبة بامية كبيرة، فما بصراحة ما كانش عندي غيرها اللي هي البامية بتاعت الوكا، رحت انا بقى مش هتقول لا يعني. وادي البسلة هي برضو لازم ادعكها بالبصل. وبعد كده هوت ايه نحط حاجة حاجة. وادي البامية اهو فكت، يعني داخلة في ان هي تفك كده هوت، بفككها انا برضو ندعكها بالبصل. يا سلام بقى لو سبتوا بقى الحكاية ديت مع البصل كده قبل ما تحطوا الطماطم، بتبقى في منتهى الجمال. الحركة دي التكة دي خلي بالكوا بتدي طعم للتورلي في منتهى الجمال. وادي اهوت البتنجان اخر حاجة حطيناه، نقلب برضو كده هوت كله مع بعضه كده. هو تفكروا ان هو كده ياما ابدا، ده هينزل السوائل بتاعته، كل الخضار هينزل السوائل، وزي ما انتوا شفتوا كده في الاول هتبقى الصينية نصها، ما تقلقوش يعني مش ياما على الصينية ولا حاجة، لان الخضار بيبقى فيه كله مية. بصوا لازم تقلبوا. جربوا بقى الحركة ديت ان انتوا تسيبوه تدعكوا كده البصل بالخضار، والله بيدي ريحة وطعم في منتهى الجمال. جربوها وقولوا لي رأيكم ايه. في اخر حاجة بقى بصوا انا بحط الطماطم، هي ما تقولوش طماطم شوية، لا ده انا حاطه هو حوالي نص كيلو. بحبه احط كده هوت قوي، بتدي طعم حلو قوي، وبتبقى كده هوت التورلي مش صايص كده ولا حاجة، لا بيبقى حلو جدا. وفي النهاية بنسقيه شوربة وكده. هو انا بحب احط التورلي يبقى انا ابشر له الطماطم. كل واحد بقى ليه طريقه، جربوا الطريقه بتاعتي دي وشوفوا رايكم ايه. ماشي. بعد كده هوت بقى زي ما انتوا شايفين هنحط الشوربه، برضو ما تكتروش شوربه زي ما انتوا شايفين كده هوت، يا شوربه يا ميه حسب اللي عندكم، يعني ما انا مش بفرض عليكم حاجه. لو ميه عادي يعني مش هتقول لا لو ما عندكوش شوربه. بعد كده هوت هحط سمنة. انا بصوا احط معلقتين سمنة كده هو، وبعد كده نقفل بقى بورق الفويل. وبعد ما تستوي بقى عشان انا سلقة اللحمة، بعد ما تستوي تدخل بقى على السوا وهنحمرها، نروح حاطين اللحمة بقى فوق الوش تاخد وش تتحمر معاها. بصوا ادي حطيت اهوت معلقتين سمنة وحطينا الشوربة. خلاص هنقفل بقى الصينية نكمرها وندخلها الفرن. وادي التورلي خلص ما فيهوش اي مشكلة. انا بس بطول معاكم عشان بشرح لكم كل خطوة. ونقفلها بقى حلوة قوي، وهتتحط في الفرن هتطلع في منتهى الروعة، والخضار كله مستوي ان شاء الله. وجربوا الطريقة وهتبقى ريحتها في منتهى الروعة. لازم تقفلوها حلوة قوي من كل النواحي عشان البخار يسوي الخضار. تمام كده. هو بصوا بعد ما خلصت طلعت اهو، هوريكم ان الخضار خلاص استوى.
بصوا البخار بيسوي الخضار. وهو بصوا بقى الصينية اللي كانت مليانة، دي شكلها جميل جدا جدا، ولا ريحتها بقى ما اقولكوش. اهو بوريكم ان الخضار مستوي اهو، بس زي ما انتوا شايفين سخن جدا. وادي البطاطس وادي البتنجان اهو. بصوا بوريكم ان كل حاجة مستوية وزي الفل. البطاطساية دي معرفش عمالة تنط، كل ما امسكها تنط، بس اديكوا عارفين ان دي بطاطس. هنحط بقى اللحمة كده اهو، هنحمرها معاها. ادي استوت اللحمة عندنا، هتخليها بقى ندخلها تحت الشواية تاخد لون. وادي التورل خلص، وادي اللحمة كمان خلصت مع حبة رز بالشعرية. الدنيا زي الفل. طبعا انا ما عملتش الرز عشان احنا كلنا بنعمله وعارفين طريقته ايه، وعملته معاكم قبل كده هو عشان الفيديو كمان ما يطولش عليكم. ادي اللحمة هي نحطها تاخد وش، ولقيتها ناشفة حطيت لها بقين شوربة بس مش اكتر، زي ما انتوا شايفين كده اهو. بحاول انزل اللحمة في الخضار على اساس ان هي ما تنشفش قوي اهو. بصوا عشان تبقى كلها سوا واحد وتبقى ما تنشفش من الشواية. وهحطها بقى في الشواية وهوريها لكم بعد ما تتحمر. تقولي ده حاجة جميلة جدا ومغذية جدا بصراحة، جربيه وقولوا لي رأيكم ايه. اهو بصوا انا دفستها عشان اللحمة ما تنشفش. ويجي بعد ما اتحمرت بصوا لونها جميل قوي قوي. بصوا ولا ريحتها بقى، يا ريت الكاميرا تجيب الريحة في منتهى الجمال. يا ريت تجربوا بقى الفيديو الحلو ده وتقولوا لي رأيكم ايه. وما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.